السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة برد على فيديو أستاذنا وائل الصديقي حفظه الله. في الفيديو بتاعه اللي بيقول فيه حقوق المواطن في دولته. فأنا في كذا نقطة مضطر أقف عندهم في ذلك الفيديو. طبعا الفيديو جميل لأنه بيعلم المواطن حقوقه، وده شيء جميل. ولكن في للأسف كم نقطة كده أنا معترض عليهم وبشدة. أولا، حضراتكم فعلا من حق المواطن أنه يكون حر في التنقل بين محافظة ومحافظة، يروح لأي مكان نفسه فيه في مصر، سواء حلايب وشلاتين أو السلوم وغيرها من غير ما يمنع من دخول ذلك المكان الذي يريد أن يذهب إليه في بلده، سواء كانت البلد دي مصر أو أي بلد في العالم. ولكن الكمين ليه مهم؟ لأنه بيبحث عن بتكلم عن الكمين في أي بلد. على فكرة الكلام يا أخوانا ده أنا بقصد بيه أي بلد في العالم، ما بتكلمش عن مصر تحديدا. ولكن يا أخوانا ليه الكمين مهم؟ لأنه بيبحث عن أسلحة غير قانونية، بيبحث عن مخدرات، عن أموال مزورة، عن هاربين من السجون، عن ناس مطلوبين للعدالة، ناس هاربين من التجنيد. فلهذا الكمين هيكون مهم، لأنه بينزع الأسلحة من الناس اللي ممكن يستخدموها استخدام خطر ضد المجتمع. الحاجة التانية انه قال ان الشرطة لما تيجي تخبط على باب واحد والشخص ده ما يفتح لهمش، الشرطة ما تقدرش تقتحم هذه الشقة عشان تطلعه بالعافية. حضراتكم طبعا لو الكلام ده يعني حق من الحقوق، لك أن تتخيل بقى كل مجرم هيقعد في الشقة بتاعته للأبد. وطبعا اقعد بقى وللأبد برضو تعين له كذا رجل شرطة، 3 ورديات يراقبوا المكان لحد ما جنابه يطلع. فلكم أن تتخيلوا ان الكلام اللي بيقوله أخونا وائل ده قد ايه ممكن يعوق عمل رجال الشرطة، وقد ايه ممكن يشجع المجرمين. فطبعا ده شيء يعني مش كويس انك انت تقول لا ما تفتحش الباب بالعافية عشان تجيب واحد مجرم مطلوب للعدالة. ده واحد مجرم مطلوب للعدالة، مش واحد وفي امر من النيابة بالقبض عليه. فما تجيش تقول لا طالما هو ما فتحش الباب ما تجيبوش بالعافية. يعني ده كلام غريب جدا. كمان أستاذنا وائل قال إن مكتب التنسيق غير دستوري، وإن مفيش حاجة اسمها مجموعي ما جابش الكلية الفلانية أو العلانية. على فكرة يا أخوانا الدراسة على مستوى الكوكب بالكامل يعني بفلوس، وبفلوس كتير جدا. وطبعا في أمريكا الدراسة الجامعية بفلوس يعني كتير جدا جدا جدا. ولكن الفيديو عدد البلاد يعني اللي هي بتعلم ولادها في الجامعة ببلاش هي بلاد عددها محدود على الكوكب، زي مصر، ألمانيا، النمسا. يعني عدد محدود من البلدان هو اللي الناس فيه بيدرسوا في الجامعة، المواطن بيدرس في الجامعة ببلاش. فطبعا الكل عايز كلية طب أو عايز يبقى IT سبيشاليست. وطبعا لو انت بتدرس للناس مجانا، كلية الطب المجانية أو كلية الIT المجانية ما فيهاش مكان لكل الناس الراغبين في دراسة الطب أو في دراسة الIT. نخلينا واقعيين يا أخوانا. فطبعا لازم يبقى في مكتب تنسيق، وعلى كل اللي بيفوتوا مكتب التنسيق المعاهد الخاصة مفتوحة له بالفلوس اللي يدرس ما يريد. وده موجود في مصر برضو، ان في معاهد خاصة
بتدرس بالفلوس، زي ما في أمريكا وبلاد العالم كله معاهد وكليات خاصة بتدرس بالفلوس. فحضراتكم بيقول برضو ان من حق اي مواطن ان هو لما يجي يعمل فرقة غنائية انه يغني اللي هو نفسه فيه او اللي هو عايزه. وده يا اخوانا مش كويس، لان ممكن في ناس، ايوه انت حر انك تغني زي ما انت عايز، بس في مشكلة لو ان الغناء ده يعني مش كويس للذوق العام. انت لو سبت العملية سداح مداح هتبقى زي امريكا، المغني او الرابر يطلع يشتم باوسخ الالفاظ، يعمل موسيقى ذوقها متدني او مش موسيقى بمعنى اصح. فطبعا لازم الدولة تتدخل في حالة لو ان الغناء بيسيء للذوق العام او بيخليه منحط. فالموضوع ما ينفعش نقول انه ان الناس حرة في هذا الاطار. لا، ما ينفعش يا اخوانا. لازم احيانا الدولة تتدخل في بعض الامور. ما تفهمونيش غلط، انا مش ضد الحرية، انا مع الحرية، بس الحرية بتحتاج لقيود في بعض الاشياء لمصلحة المجتمع. برضو بيقول حقك في العلاج والرعاية الصحية. ده كلام جميل جدا ان استاذنا وائل يتكلم عن حق المواطن في العلاج والرعاية الصحية، رغم ان هو نفسه امريكا اللي بيمدح فيها كتير دي يعني، واللي هو عاش فيها، هي نفسها ما فيهاش رعاية صحية جيدة. ومع هذا بيتكلم بيقول ان الرعاية، ما بتكلمش عن رعاية صحية من الإبرة للصاروخ ونظام تأمين صحي شامل زي أمريكا وكندا. أمريكا يا أخوانا ما فيهاش نظام تأمين صحي شامل، هذه خرافة من العيار الثقيل، وهو نفسه كذب هذه الخرافة وقال بنفسه ان انت لو رحت للمستشفى في أمريكا وطلعت لك فاتورة وما دفعتهاش هتبقى دين عليك وما دفعتوش. عشان تبقوا فاهمين يعني ممكن بعد كده تتضرب بفايدة، وبعد كده لازم تدفعها، وفي كولكتور ايجنت هيجري وراك عشان يجيب منك الفلوس دي بفوايدها لو ما دفعتهاش، والكريدت بتاعك هيبوظ. فلما تيجي تشتري حاجة تلاقي نفسك متبهدل. فما تجيش تقول ان امريكا فيها نظام تأمين صحي شامل من الابرة للصاروخ، لان انت نفسك في فيديوهاتك السابقة كدبت الكلام ده، واللي متابع فيديوهات اخونا وائل يعرف انا بقول ايه. كذلك كندا بقى على فكرة، انا بكلمكم عن ناس يعني ايه اعرفهم. كندا انت لما تيجي تعمل عملية انت ممكن تحتاج على فكرة الويتنج ليست، بمعنى ان النظام التأمين الصحي الشامل في كندا ده ما هوش نظام ممتاز زي ما الناس فاهمين. ده في ويتنج ليست، قائمة انتظار، وفي واحد كان محتاج يعمل عملية بس طبعا قعد شهور ما يعملهاش. بعد كده هو هاجر لألمانيا، ولما وصل ألمانيا عملها تاني يوم، والموضوع مشي معاه الحمد لله. فأمريكا وكندا خلاصة القول لا يستشهد بيهم في تقدم الرعاية الطبية. جايز كندا أحسن من أمريكا في موضوع الرعاية الطبية، ولكن لا كندا ولا أمريكا يستشهد بيهم في هذا المجال. طبعا بيقول لك ان الدستور الامريكي بيمنحك الحق انك انت تطلق النار على المجرم اللي جاي يقتحم بيتك حتى لو مات. على فكرة حضراتكم جايز الكلام ده يكون موجود، ايوه الكلام ده موجود في القانون، بس حصل قبل كده في حوادث ان راجل جه مجرم يعتدي على بيته، فلما ضربه بالنار واتقتل هذا الشخص صاحب البيت واتسجن لسنين طويلة. فللأسف الشديد لما بيجي لك واحد يعتدي على بيتك وانت تضرب عليه النار، حتى لو ده دفاع عن النفس، للأسف الشديد في أمريكا القاضي بيتعاطف مع ذلك المجرم
اللي كان جاي يعتدي عليك، فانت ممكن تكون في وضع دفاع عن نفسك يا مسكين، ومع هذا تتسجن للأسف الشديد. بيقول ان من حق الناس انها تسافر من غير ما يشيكوا او يشوفوا وضع هذا الانسان من التجنيد. طب انت كلامك ده بيشجع الناس، او يعني في تشجيع للناس انها تتهرب من التجنيد. يعني انت بتقول ان المفروض الدولة ما تشوفش مين اللي مطلوب للتجنيد او مين اللي مش مطلوب قبل ما يسافر. طب يعني ازاي الدولة هتمنع هؤلاء الذين يريدون التهرب من التجنيد؟ يعني فكانت هي دي تحفظاتي على فيديو أستاذنا وائل. أرجو أن الرسالة تكون وضحت. وبعيد تاني، أنا لا بتكلم عن مصر تحديدا ولا عن دولة بعينها، أنا بتكلم عموما. فأرجو أن الرسالة تكون وصلت. أشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.